كان في مسابقة بين فريق ياباني وفريق مصري. المسابقة دي في التجديف، فقارب التجديف ده بيبقى قارب كده طويل. القارب ده فيه كام واحد؟ فيه 12 واحد. فكانوا بيعملوا مسابقة ان هم يوصلوا من النقطة A للنقطة B. انطلقت صفارة البداية وانطلق القاربين، قارب الفريق الياباني وقارب الفريق المصري لحد خط النهاية. جت صفارة النهاية لقوا ان الفريق الياباني كسب، فقالوا يعملوا تحليل للماتش ويشوفوا الفريق الياباني كسب ليه. قام الفريق المصري اعترض وطلب ان هو ما يعملش تحليل للماتش وياخد فرصة تاني، فعملوا ريستراكشر في الفريق المصري ولعبوا تاني. وانطلقت صفارة البداية وجت صفارة النهاية ولقوا ان الفريق الياباني كسب مرة تانية بفارق شاسع قوي عن الفريق المصري. فجم يعملوا بقى تحليل للموقف، فلقوا ان الفريق الياباني مكون من 11 لاعب وهيد، ولقوا ان الفريق المصري فيه رئيس مجلس إدارة واثنين رؤساء أقسام وثلاثة مديرين إدارات واثنين مديرين أقسام ومجدف. فقرر الفريق المصري معاقبة المذنب فرفض المجدف. خلصت القصة. فاكرين اللي هي بتاعت الألوان والأشخاص بتاعت البني آدمين اللي أنا قلتها ان في 4 ألوان عندنا؟ اللون البروموتر اللي هو الأصفر، ده أكتر حد موجود في الشركة. تاني حد البلانر اللي هو بيعرف يخطط. تالت حد البرودكتور اللي هو بينفذ. اللي أنا قلته يبقى فيه أقل عدد منه في الشركة. ده ما ينفعش يكون على سكيل البيزنس بتاع التجديف مثلا. ما ينفعش يكون أنا شركة فيها 15 واحد قاعدين في الشركة هم بيعملوا بلاننج وبيعملوا بروموشن وبيعملوا وعندي واحد بس في الفيلد، وهو مش هيجيب نتيجة. المفروض لما بستارت اب بيزنس او انا في تشالنج المفروض العكس. المفروض كلنا نبقى ان فيلد، كلنا نبقى تحت، كلنا نبقى برودكت، كلنا نبقى منفذين، كلنا نبقى بنساعد بعض عشان نكبر، عشان مبقاش في واحد فوق هو اللي بيعمل البلاننج، او يبقى في واحد فوق هو اللي بيعمل البلاننج، واحد فوق هو اللي بيعمل البروموشن، لكن الباقي ده اون جراوند، الباقي على الارض بيفايت عشان يكسب، بيفايت عشان يجيب نتيجه. فانت بتعمل ستراكشر في التيم بتاعك وانت بتبدا لازم تفكر في الناس اللي تحت. طبعا لازم تفكر في الناس اللي فوق اللي بيعملوا بالبلان والستراكشر، بس اهم في الناس اللي في الحرب. هو مين اللي بيحارب؟ ما فيش 17 واحد قاعدين في المكاتب، واحد بس عجبها، هنخسر يا بيه، هناخد على وشنا. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.